السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة دروس كمبيوتر. زلت مكمل معاكم شرحي المنهج الكمبيوتر الخاص بيه ميدل 3. هكمل معاكم شرحي لتشابتر 3 اللي هو بعنوان Looping and Procedures، وتحديدا كلامي عن الجزء الخاص باللوبينج. النقطة بقى اللي هتكلم فيها دلوقتي هي Control the start value in the value and step increment in the for next statement. شفنا سوا من اول ما اتكلمت على موضوع اللوب وتحديدا شرحي للفور نيكست ستيتمنت، هتبص هتلاقوا ان الستيتمنت ديت دايما بيتحدد لها ستارت فاليو اند فاليو. دايما الستارت فاليو او مش دايما، يعني ده اللي اتشرح من اول ما بدات في شرح الفور نيكست ستيتمنت. شفنا كل الجمل وكل الامثله اللي فاتت ان الستارت فاليو بتبقى هي السمولر فاليو والاند فاليو بتبقى هي اللارج فاليو او القيمه الاكبر، وبيحصل انكريمنت. وكلمة انكريمنت هنا معناها زيادة، وعملية الزيادة بتحصل برقم واحد او عن طريق اضافة رقم واحد، واللي هو البوزيتيف نمبر. ده الديفولت سيتنج للفور نيكست ستيتمنت. لكن في بعض الاحيان ببقى عايز اكستمايز في الموضوع دوت او عايز اغير فيه. على سبيل المثال عايز مثلا تبقى عمليه الانكريمنت مش باي 1، لا مثلا تبقى باي 2. يعني على سبيل المثال عايز مثلا اظهر الاود نمبرز او عايز اظهر الايفن نمبرز، فبالتالي محتاج ان انا افهم ازاي اتعامل مع القصه دي. لو نفتكر سوا لما اتكلمت على الجنرال سينتاكس بتاع الفورنيك ستيتمنت، كان في كلمه كده بتتكتب في السطر الاولاني لما بقول فور وستارت فاليو والكلام ده كله، كان في كلمه ستيب. وستيب دي هي اللي انا بكتبها او بستخدمها لما اكون عايز اغير او عايز اعدل في موضوع الانكريمنتال فاليو، قيمه الزياده او النقصان، وانا بستخدم الفور نيكست ستيتمنت. فتعالوا نشوف سوا ازاي نعمل القصه دي. في الفورم اللي قدامي هتبص هتلاقوا ان انا عندي كوماند باتون وعندي تكست بوكس، وغيرت فيه البروبرتيز بتاعته خليته مالتي لاين عشان اكتب فيه بالطول. وحاجه عند الكوماند باتون هضغط عليه دبل كليك. دلوقتي هفترض ان انا باستخدام الكود عايز اظهر الارقام مثلا from 1 to 10، فهقول له dim i على سبيل المثال as integer، وبعد كده هقول له for ان ال i equal 1 to 10، وبعد كده هدوس انتر واروح كاتب me dot textbox1 dot text equal me dot textbox1 dot text concatenated مع ال i concatenated مع ال vbcrlf. تمام. طيب لو جيت عملت ران للكود ده، جبته كده جنب الكود ودوست على البطن، هتبص هتلاقوا ان هو جاب لي الارقام from 1 from 1 to 10. طيب هتلاحظوا ان انا يعني بالرغم من ان من ضمن السنتكس بتاع الفور نيكست ستيتمنت في كلمه ستيب، ولكن بالرغم من كده او بالرغم ان انا ما كتبتهاش، ولكن الكود اشتغل وعمليه الانكريمنتال حصلت بشكل طبيعي. طيب ليه هنا بالرغم ان انا ما كتبتش ستيب ليه اشتغل الكود عادي؟ قال لك لان الستيب الديفولت بيهيفير بتاعها ان هي بتشتغل او الديفولت فاليو بتاعتها 1. يعني ايه؟ يعني ستيب دي هي اللي بتحدد قيمه الانكريمنتال فاليو، يعني القيمه اللي انت بتزودها وانت بتعمل عمليه اللوب بتاعك. فلو انت ما كتبتهاش هي هتشتغل على الديفولت سيتنج، فانا ما كتبتش ستيب يبقى كاني كتبت ستيب 1. تمام. فلو انا كتبت ستيب 1 هي لو انا ما كتبتهاش. وده سؤال امتحان مشهور جدا. هو مثلا ساعات يجيب لكم سؤال في الامتحان يقول لك لو انت ما كتبتش ستيب فبالتالي الانكريمنتال فاليو باي ديفولت هتبقى 1 ولا 2 ولا كذا. فلو انا ما كتبتش ستيب في الكود بتاعي فكده معناه ان انا كاني عايز ان الانكريمنتال فاليو او القيمه اللي انا بزودها في اللوب تبقى 1. دايما بستخدم او يعني اكتر وقت بستخدم او بكتب فيه الستيب لما اكون عايز اغير الانكريمنتال فاليو او الزياده بتاعتي تبقى غير ال1. فعلى سبيل المثال انا مثلا دلوقتي هفترض ان انا مش عايز اظهر الارقام from 1 to 10، انا عايز اظهر الاود نمبرز او الارقام الفرديه من 1 to 10، يعني يظهر لي 1 3 وهكذا. فبعملها ازاي في الحاله دي؟ بقى لازم استخدم ستيب. فباجي في نفس السطر بتاع الفور هروح كاتب ستيب، وهنا بقى ستيب هنا اللي بحدد قيمه الزياده بعد الستارت فاليو. يعني ايه؟ يعني انا عندي الستارت فاليو ب1. تمام. فالستيب اتفقنا مع بعض الديفولت فاليو بتاعتها 1. فلو انا ما كتبتش الستيب 1 دي يبقى انا كاني كتبتها.
فدي معناها او اللي حصل من شويه ان انا كاني ستيب 1 يعني معناها بعد الستارت فاليو زود بواحد، فبالتالي هو هيعد او اللوب بتاعه من 1 ل 10، فبالتالي في كل مره هيزود واحد، ف1 وبعدين يزود واحد تبقى 2، يزود واحد تبقى 3 لغايه ما يوصل ل 10. لكن هنا لو عايز اظهر الاود نمبرز بس، يبقى انا هنا هزود كام؟ انا دلوقتي بعد ال1 ازاي اوصل ل 3؟ محتاج ازود 2، يبقى هنا هقول له ستيب 2. ستيب 2 يعني معناها ابدا ب1 زود 2 تبقى 3، زود 2 تبقى 5 7 9، وبعد كده هيستوب لان بالتالي هو ما ينفعش يعدي الايه، ما ينفعش يعدي الاند فاليو. فبالتالي لما هاجي اجرب وادوس على البطن هلاقي ان هو بالظبط زي ما انتم شايفين اللي ظهر بس هي الاود نمبرز. طب لو عايز اظهر الايفن نمبرز، طيب اسال نفسك انت الايفن نمبرز دلوقتي لو انت عايز تقول الايفن نمبرز فروم 1 to 10 هتبدا من كام؟ هتبدا من 2، وبالتالي طبعا هتبدا من 2 وتزود 2، فبالتالي انا عندي هنا ستوب 2 مظبوطه، لكن هنا ما ينفعش اقول له ايه الاي ايكوال 1 يعني الستارت فاليو تبقى 1، لا هنا الستارت فاليو هتبقى 2، يبقى هنا الستارت فاليو هتبقى 2 وكل ما ازود عليها 2 تزيد لغايه ما اوصل لل 10. فبالتالي لو جيت دوست على البطن هبص الاقي ان هو ايه from 2 لغايه 10. تمام. طيب ايه رايكم بقى لو احنا عايزين نعملها بالعكس؟ يعني ايه بالعكس؟ يعني احنا عايزين نعمل descending order، عارفين العد التنازلي، انا عايز اعد من 10 ل 1 مثلا. طيب اعملها ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو جيت قلت له i equal 1 2 10 ستيب 1، طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي ان هو هيعد لي in ascending order from 1 to 10. طب لو عايز العكس بقى اللي انا هعمله ان انا هبدا بالرقم اللي انا هبدا منه اللي هو 10، ان انا عايز اعد من 10 لغايه 1، وهعكس بقى هقول له i equal 10 to 1. تمام. بس هنا بقى الستيب مش هتبقى 1، لا الستيب هتبقى minus 1. طالما انا بعد in descending order يبقى انا ايه؟ يبقى الستيب او الفاليو بتاعت الستيب هتبقى بالماينس، ودي برضو من الحاجات اللي بتيجي فيها اسئله في الامتحان، فلازم تبقوا عارفين موضوع الستيب ده سؤال اساسي في كل سنه في الامتحان. فبالتالي زي ما شايفين العد in descending order. طب لو قال لك مثلا اظهر الاود نمبرز برضو بشكل تنازلي او in descending order، يبقى في الحاله دي for i equal 10 ها 2، بس هنا بقى مش هتبقى equal 10، لا هنا هتبقى equal 9 2 1 ها ستيب ايه بقى؟ ستيب 2 صح كده؟ تعالوا نجرب. دلوقتي لو دوست على البطن 9 7 5 3 1 دي كده الاود نمبرز. طب عايز بقى الايفن نمبرز ها، يبقى i equal 10 2 1 minus 2. فلما هاجي اشوف جاب لي ايه؟ جاب لي الايفن نمبرز. فناخد بالنا من القصه بتاعت الستيب دي لانها في منتهى الاهميه ودايما بيجيب فيها سؤال في الامتحان. تعالوا برضو نشوف مع بعض امثله الكتاب. هنا بيقول لي to display the odd numbers from 1 to 10، ادي الكود اهو شفناه سوا. لو انا عايز الايفن نمبرز يبقى هنا الستارت فاليو هي اللي هتبقى 2 والستيب هتبقى 2 برضو. هنا بيقول لي to display the number that can be divided by 3 starting from 3 to 20، يعني هو عايز يظهر الارقام اللي هي divided by 3 وهبدأ من 3، فبالتالي هبدأ من 3 لغاية 20 والستيب هتبقى 3 زي ما ظاهر في الكود اللي قدامي. to display even numbers in descending order from 10 to 1 ده الكود هيبقى بتاعها. مثلا to display numbers from 1.50 او 1.5 to 0.5 يبقى هنا in descending order، و decrement او هيخصم 0.05. فسهله جدا ان انا هقول ادي الاند فاليو او ادي الستارت فاليو ادي الاند فاليو، طالما ان descending order يبقى ستيب ماينس 0.05. هنا بقى اشتغل على variable، فبيقول لي to display the numbers from 1 to value of the b increasing value of c. start value هتبقى 1 والاند value هتبقى b وستيب c. دي الامثله المختلفه والامثله دي مش عايز اقول احفظوها، فهموها كويس جدا بحيث ان لو جالكم اي مثال او اي سؤال في الامتحان حتى لو مش من هنا بس اكيد هيجيب لكم حاجه ليها علاقه بالشرح دوت فتبقوا عارفين ازاي تجاوبوا على السؤال بتاع ستيب. وهنا بيديني كومنتس او ملاحظات على موضوع الستيب. اخر حاجه بقى هختم بيها الدرس ده هو الستيتمنت الثانيه المقابله للفور نيكست واللي بتأدي نفس الغرض اللي هو اللوب اللي هي الدو وايل ستيتمنت.
هنا بيقول لي we used the limited iterative statement for next to execute a specific code several times. يعني احنا شفنا مع بعض ان ال for next statement بستخدمها لو انا عايز execute كود معين مجموعة من المرات. فبيقول لي بس but sometimes you may want to repeat a certain code until a certain conditions come true. يعني في بعض الاحيان ممكن يبقى الكود بتاعك انت عايز تعمل له اكزيكيوت، بس انت مش عارف بالظبط او تحديدا انت هتران الكود ده كام مره. لا، هو الموضوع مرتبط بكونديشن. طول ما الكونديشن دي بترو نفذ لي الكود دوت، او اعمل لوب للكود دوت، او اعمل ريبيت للكود دوت. فهنا بيجي دور مين؟ بيجي دور ما يسمى بالدو وايل لوب. دي افضل استخدام ليها. فهنا بيقول لي the statement do while loop is used to repeat a specific code for a several times of unknown end. يعني انت بتعمل execute للكود عدد معين، بس النهاية انت مش عارف مثلا هيعمل لوب 20 مرة 50 مرة. لا، هو كلام based on a specific condition. تمام. فبيقول لي so they are useful if you don't know the number of iterations emphatically. تعالوا نعمل مقارنة كده سريعة ما بين الفور نيكست والدو وايل عشان تبقوا فاهمين الفرق ما بينهم. هنا زي ما اتفقنا ان الوصف الاساسي للفور نيكست او الاستخدام الاساسي للفور نيكست use when we want to repeat a code for a specific number of time. يعني احنا بنستخدمها لما نكون عايز نكرر كود عدد محدد من المرات. دايما اشهر مثال بحب اضربه في القصه دي، انت مثلا زي ما اتفقنا قبل كده، انت في النادي بتتدرب، فيجي الكوتش يقول لك لف 10 مرات حوالين التريك، او مثلا لعبه نط الحبل فيقول لك مثلا نط الحبل 50 مره او 20 مره. فبالتالي انت بتعمل لوب او بتلف عدد محدد من المرات، انت بتبقى عندك البدايه وعارف النهايه امتى. تمام. انما الدو وايل اتفقنا مع بعض انت بتعمل لوب بس بيزد اون كونديشن معينه. يعني مثلا كلنا عارفين اللعبه اللي احنا لعبناها واحنا صغيرين كلنا، اللي هي لعبه الكراسي الموسيقيه. لعبه الكراسي الموسيقيه هي برضو تعتبر لوب، ان احنا بنلف حوالين عدد معين من الكراسي، بس الفكره ان انت مش عارف هتلف كام مره. لا، احنا كلنا بنلف بناء على كونديشن معينه. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه، كانوا يقولوا لنا ايه، هنفضل نسقف او نشغل اغنيه او نشغل موسيقى معينه، طول ما الموسيقى شغاله هتفضلوا تلفوا. واحنا بنلف احنا مش عارفين هنلف كام لفه، صح كده؟ لا، احنا بنلف ومرتبطين بقاعده معينه. اول ما القاعده تبقى فولس، يعني اول ما الاغنيه توقف او اول ما التسقيف يقف، كلنا ايه، بنوقف عمليه اللف او عمليه اللوب. فبالظبط ده شبه الجمله بتاعت الدو وايل. فده الفرق ما بين الفور نيكست والدو وايل. تعالوا بقى نشوف دلوقتي السنتكس بتاع الدو وايل بتتكتب ازاي. قال لي ان الدو وايل ستيتمنت ان انا ببدا بدو وايل، بعد كده الكونديشنال اكسبريشن. وطبعا كلمه كونديشنال اكسبريشن كلمه مش غريبه عليا، اخدناها في الشابتر بتاع البرانشنج، اللي هو عباره عن اللي هي الجمله اللي بتتكون من variable او constant يجي بعدها logical operator زي علامه greater than او less than، بعد كده value معين زي مثلا اقول ايه x greater than or equal to 50 وهكذا، والكود بتاعي، وبعد كده كلمه لوب. عشان نفهمها اكتر تعالوا نبص لها البصه دي، وكاني بقول دو نفذ لوب معين، او نفذ لوب او نفذ اللوب while طول ما conditional expression شرط معين بترو، وكل مره بتعمل اللوب نفذ لي الكود ده. يبقى دو لوب while conditional expression is true، وفي كل مره نفذ الكود ده. فده كده السنتكس بتاع الايه، بتاع do while loop. هنا برضو بيقول لي ايه، بيقول لي the code between the beginning of the loop do while and its end will be implemented as long as the conditional expression is true. If the condition is not met for any reason, we get out of the iterative loop and implement the code after the loop if it exists. تعالوا ناخد مثال على الدو وايل لوب. مثال ممكن يبان ان هو صعب شويه، لكن هو لو بصينا له كده بتركيز هنبص نلاقي ان هو مثال سهل ان شاء الله. اولا في حاجه جديده في الديزاين لازم ناخد بالنا منها. طبعا هنا اولا ده عباره عن ليبل هكتب فيه انتر بوزيتيف نمبر. البوزيتيف نمبر هيتكتب فيه تكست بوكس، بالنسبه لي مفيش اي جديد في الموضوع. لكن الكنترول ده اسمه ليست بوكس، اسمه ليست بوكس، وده برضو درسناه في الترم الاول. فالليست بوكس ده عباره عن كنترول بعرض فيه مجموعه من الايتمز، وعشان كده اهم بروبرتي بالنسبه له بروبرتي اسمها ايتمز، لما بحب اعرض الايتمز فيه من خلال بروبرتي اللي اسمها ايتم. وعندي تو كوماند باتونز، كوماند باتون مكتوب عليه ايفن نمبر، وكوماند باتون مكتوب عليه اود نمبرز. طيب فكره الاكسرسايز ده بمنتهى البساطه ان اليوزر هيكتب هنا بوزيتيف نمبر. انا مثلا دلوقتي لما هضغط على زرار الاود نمبرز هيظهر كل الاود نمبرز اب تو الرقم اللي هيتكتب هنا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو جيت كتبت هنا 10،
في التكست بوكس ده. فبالتالي لما هضغط على البطن بتاع الاود نمبرز هو هيظهر لي الاود نمبرز لغايه 10، فيظهر لي 1 3 5 7 9. طيب كتبت مثلا 20 فيظهر لي الاود نمبرز لغايه 20 وهكذا، وبالمثل مين؟ وبالمثل الايفن نمبرز. طيب تعالوا نفكر ازاي نعمل حاجه زي كده. اولا الموضوع برضو مرتبط باللوب. طيب بس هنا اللوب مش محدد انا هعمل لوب كام مره، لان انا مش عارف الرقم اللي هيتكتب هنا كام. يبقى انا هنا في الحاله دي انا محتاج 2 variables. اول variable هسميه i مثلا، وده هيبقى الكاونتر اللي هعد بيه، ده اللي هستخدمه في العد. ومحتاج variable تاني وليكن مثلا هسميه n، وده الفاريبل اللي انا هربطه بيه التكست بوكس ده اللي هيتكتب فيه القيمه اللي انا اساسا مش عارفها بس اليوزر هيكتبها لي في التكست بوكس. فبالتالي انا هاجي اقول له ايه؟ هقول له انا عايزك تنفذ لي لوب، دو لوب. طيب نفذ لي لوب while، يبقى دو while. نفذ لي دو لوب while او دو while. تمام. طول ما ايه بقى؟ طول ما الفاليو بتاعت الاي اللي هو الكاونتر اللي بيعد، اللي انا هخليه مثلا يبدا العد مثلا من 1، طول ما الفاليو بتاعت الاي less than or equal to الفاريبل بتاع التكست بوكس اللي انا هسميه n. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هخلي اللوب يبدا من 1 وبعدين افضل ازود عليه. يعني هنشوف في الكود ان انا هزود عليه values. يعني مثلا الاي انا هخلي قبل الدو وايل هقول ان الاي equal 1. تمام. طيب دو وايل اي less than or equal to n. فالكومبايلر وهو بيقرا الكود لما يجي عند السطر ده الاي انا اساسا مخليه يبدا بكام؟ مخليه يبدا ب1. فدلوقتي بقول له دو وايل اي less than or equal to n. فالان مثلا اللي هو التكست بوكس هنفترض ان الرقم اللي مكتوب فيه 10. فبالتالي بالنسبه له هل الكونديشن دي بترو ولا فولس؟ الكونديشن بترو. ليه؟ لان الاي دلوقتي بادئه ب1. تمام. طيب اعمل ايه بقى؟ اعرض لي الفاليو بتاعه الاي في الليست بوكس. ازاي؟ ان انا لما باجي اعرض حاجه في الليست بوكس بكتب كده list box dot items dot add. تمام. واروح عامل بين قوسين الاي. طيب الاي دلوقتي ب1، عايز ازود عليها فاليو عشان ايه؟ تبقى القيمه اللي بعدها. طيب انا هنا عايز اظهر، انا بكتب الكود بتاع الاود نمبرز، فاروح قايل له ايه بقى؟ اروح قايل له الاي الفاليو الحاليه بتاعت الاي خليها اي بلس 2. فالاي دلوقتي بواحد، لما هتيجي عند السطر ده هي بواحد، فلما لما اخد واحد وازود عليها 2 هتبقى بكام؟ هتبقى ب3. وبعدين يعمل ايه؟ ويروح نزل على السطر بتاع اللوب. لوب يعني يرجع يلف ويخش على مين؟ يخش على دو وايل. فلو الاي بليس ذان اور ايكوال تو ان، طب الكونديشن بترو ولا فولس؟ الكونديشن ما زالت بترو لان الاي ب 3 والان ب 10، لان الان هنفترض ان اللي هي التكست بوكس يعني واليوزر كتب فيها 10. فيروح منفذ الامر دوت فيعرض الفاليو. هنا دلوقتي عرض قبل الخطوه اللي قبلها عرض 1، دلوقتي هيعرض 3، يزود عليها 2 تبقى 5 وهكذا لغايه ما يوصل للايه؟ لغايه ما يوصل لل9. لما يوصل لل9 ويعمل طبعا ال9 وهيزاد عليها 2 تبقى 12. لما يجي ينفذ اللوب ويخش على دو وايل هنا الكونديشن هتبقى فولس، فهيوقف عمليه الايه؟ هيوقف عمليه اللوب. تمام. ف يعني ايه، تعالوا برضو نكتب الكود في الفورم بتاعنا ونشوف برضو هيتكتب ازاي. ده الفورم زي ما انتم شايفينه، انتر ا بوزيتيف نمبر، ده تكست بوكس، ده ليست بوكس، وده الزرار بتاع الايفن، وده الزرار بتاع الاود. حاجه عند الاود نمبرز دبل كليك عليه زي ما اتفقنا، هعرف تو فاريبلز. هقول له ديم اي كوما ان، الاثنين از انتجر. طيب الان بالنسبه لي انا عامله عشان اربطه بمين؟ اربطه بمي دوت تكست بوكس 1 دوت تكست. طيب فاكرين الكود او سطر الكود اللي انا لما كنت بعمل كلير للتكست بوكس لو عايز اري اكزيكيوت الكود اكتر من مره كان ايه؟ كان دوت تكست بوكس 1 دوت تكست ايكوال ايه؟ دبل كوتيشن دبل كوتيشن. لكن هنا انا هعرض الفاليوز في ليست بوكس، فالليست بوكس ما فيهوش القصه دي. الليست بوكس بقى ممكن اروح قايل له ايه؟ مي دوت ليست بوكس 1 دوت ايتمز دوت كلير. ده الايكويفالنت بتاع اللي هو دبل كوتيشن دبل كوتيشن. تمام. طيب هنا هدي انيشال فاليو او ستارت فاليو للاي، فهقول له ان الاي ايكوال 1، وبعدين اقول له ايه بقى؟ بعدين هقول له دو وايل. دو وايل ايه بقى؟ دو وايل الاي الفاليو بتاعت الاي less than or equal to مين؟ or equal to n، اللي هي الفاليو اللي هتتكتب في التكست بوكس. ماشي. نفذ له. طيب طول ما الكونديشن دي بترو اعمل ايه بقى؟ اعمل ان انت تاخد مي دوت ليست بوكس 1
دوت items دوت add. يعني معناها ايه؟ معناها اعمل اد جوه الايتمز بتاعت الليست بوكس 1 اد للفاليو بتاعت مين؟ بتاعت الاي، الفاليو بتاعت الاي. ماشي. طيب بصوا يا جماعه الكود دلوقتي هيشتغل ازاي. دلوقتي الكومبايلر وهو بيقرا الكود اول حاجه هيعرف تو فاريبلز اللي هم الاي والان، الاثنين بانتجر. الان هيربطوا بيه الفاليو اللي هتتكتب في تكست بوكس 1 دوت تكست. بعد كده لو حبيت اعمل ري اكزيكيوت للكود هيفضي الليست بوكس. بعد كده هيدي انيشال فاليو للاي بواحد. بعد كده يخش بقى على الجمله بتاعت اللوب. فبقول له ايه بقى؟ دو لوب وايل الاي ليس ذان اور ايكوال تو ان. طيب الاي دلوقتي اساسا بكام؟ الاي بادئه معايا ب1، فالكونديشن تعتبر بترو. طالما بترو يبقى هينفذ اللي ما بين الدو وما بين اللوب. طيب هنا بقى بقول له نفذ، يعني اعمل ايه؟ خد الفاليو بتاعت الاي واعرضها في الايتمز بتاعت ليست بوكس 1. طيب دلوقتي الاي بادئه ب1، لما هنزل على السطر اللي بعده انا عايز ازود 2 على ال1 لان انا عايز اعرض الاود فاليوز او الاود نمبرز. فهنا هروح قايل له ايه؟ هروح قايل له اي ايكوال اي بلس 2. تمام. فبالتالي دو وايل طول بقى الفاليو بتاعت الاي ليس ذان اور ايكوال 2، اعرض الفاليو بتاعت الاي اللي هي هتبدا معايا ب1 وبعد كده زود عليها 2 تبقى ب3 واعمل لوب. فيخش على السطر بتاع الدو وايل فهيلاقي الكونديشن بترو، يروح عارض الفاليو اللي هي ب3 ويزود عليها 2 تبقى ب5. يرجع للسطر بتاع دو وايل يلاقي الكونديشن بترو، يروح عارض الفاليو بتاعت الاي اللي هي ب5 وبعد كده يزود عليها 2 تبقى ب7 وهكذا لغايه ما يوصل لل9. بعد ال9 هيزود عليها 2 تبقى ب11. يرجع للسطر بتاع دو وايل. ال11 دلوقتي مش للزان يعني تعتبر الكونديشن بفولس، طالما فولس فهيوقف عمليه اللوب. فبالتالي انا كده عرضت الاود فاليوز. تعالوا نجرب. هرن الابلكيشن، هقول له انا عايزك تعرض لي او هكتب بوزيتيف نمبر اللي هو 10، اعرض لي الاود نمبرز. فجاب لي الاود نمبرز فروم 1 ايه تو 9. طب لو جيت مثلا رحت قايل له 20 رحت دايس على الاود نمبرز جاب لي الاود نمبرز فروم 1 تو 20. فشايفين الجمال؟ حلو جدا الكود دوت. طيب انا عايزكم توقفوا يعني لو انتوا فهمتوا الكود توقفوا الفيديو، حتى لو ما فهمتوش ترجعوا يعني ترجعوا الفيديو تاني وتفهموا الكود كويس جدا. المهم بعد ما تفهموا الكود وتاكدوا منه وقفوا الفيديو وانتوا اكتبوا الكود لوحدكم بتاع الايفن نمبرز. سهل جدا يعني، خلاص طالما انا فهمت الكود بتاع الاود نمبرز سهل جدا ان انا اكتب الكود بتاع الايفن نمبرز. طيب دلوقتي تعالوا نشوف الكود بتاع الايفن نمبرز. هو هيبقى نفس الكود بتاع الاود نمبرز. طبعا انا ممكن اروح اعمل ايه؟ فاكرين القصه بتاعت النيم سبيس ان انا لما احب استخدم فاريبل اكتر من مره، طالما هنا هستخدم التو فاريبلز دولت فممكن اروح جاي ايه؟ اروح جاي واخد السطر ده كده حطه فوق. تمام. واروح جاي واخد السطر ده كوبي. انا هنا دلوقتي في الزرار بتاع الايفن نمبرز، كل اللي هيتغير بس ان الاي هتبقى ب2. سهل جدا. فلما هران الكود لو جيت كتبت 20 وقلت له اود نمبرز جاب لي الاود نمبرز، جيت الايفن نمبرز جاب لي الايفن نمبرز. تمام. سهل جدا مفيهوش اي مشكله. بس فده كده عايز اوصل لكم الفكره بتاعت الايه، الفكره بتاعت الدو وايل بنستخدمها ازاي. ده اول مثال عليها. فهنا بقى بيقول لي الكود طبعا هنا جاب لي الكود مره بالدو وايل وقال لي كمان لو عايز تعمله بالفور نيكست تعمله ازاي. فهتلاقوا ان بالفور نيكست ممكن اعمله عن طريق ان انا بدي ستارت فاليو اللي هي 1، الاند فاليو هربطها بالان واخلي ستيب 2 والكود بالمنظر ده. تمام. طبعا ممكن حد يقول لي طب انا ما اللي انا قدرت اعمله بالدو وايل قدرت اعمله بالفور نيكست. هقول لكم يعني الناس اللي هم الاكسبيرينس او الناس الخبيره في الاكواد اسالوهم هيقولوا لكم ان في احيانا حاجات ما بنعرفش نعملها او ما ينفعش نعملها الا بالدو وايل غير الفور نيكست. تمام. فدي مهمه ودي مهمه. طيب تعالوا ناخد مثال تاني. المثال دوت بمنتهى البساطه ان هو برضو عايزني انتر بوزيتيف نمبر، وهنا هيبقى تحت في زرار اسمه sum of odd numbers sum of even numbers. الفرق ان هنا sum of odd numbers لما ادوس عليه هو هيجمع او هيعمل sum للاود نمبرز up to الرقم اللي هيتكتب. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو جيت كتبت نمبر 5 ودوست على الزرار بتاع sum odd numbers، فsum odd number طبعا odd numbers لغايه 5 اللي هم ايه؟ اللي هم 1 و3 و5. المطلوب ايه بقى؟ المطلوب ان هو يجمع الارقام دي، يعني 1 و 3 4
4 و5 يبقى 9. فالمفروض ان انا مثلا لما اجي اكتب 5 ادوس على sum of odd numbers يطلع لي نمبر 9 وهكذا. ماشي. طيب هنا هتلاحظوا برضو ان انا محتاج 2 variables في الاساس. يعني الفاريبل الاولاني هسميه وليكن مثلا i، ده اللي هو الكاونتر اللي بيعد، وتاني فاريبل هسميه مثلا n، وده اللي هربطه بيه الرقم اللي او هربطه بالتكست بوكس، يعني على اساس سميته n على اساس هيتكتب فيه رقم. وهعمل فاريبل تالت ان انا الفاليو اللي هتجيلي من الاي اللي هو بيعد ده هاخدها واخزنها جوه كونتينر هسميه مثلا sum. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الاي ده هو الكاونتر اللي بيعد. ماشي. يعني مثلا عايز دلوقتي sum of odd numbers، يبقى انا ده دلوقتي هو اللي هيعد لي يقول لي ايه 1 3 5. ماشي. طيب المهم ان انا عايز دلوقتي وانا بعد ان انا ما اعديش الماكسيمم بتاعي اللي هيتكتب في التكست بوكس ده، فبالتالي ده هعرفه من خلال الفاريبل بتاع ان لما اجي ايه اشاور عليه بالكونديشنال اكسبريشن اللي هو less than or equal to مثلا ان. خلاص. يبقى الاي ده هو اللي هيعد الارقام اللي هي الفرديه او الارقام الاود نمبرز لغايه ما اوصل للماكسيمم بتاعي ان. بس انا عايز في كل مره هو بيعد رقم اخد الرقم ده واخزنه جوه كونتينر كده اسميه sum. ماشي. طب تعالوا نشوف الكود قدامنا كده. طيب دلوقتي انا هتلاقوا ان انا في الكود ده هعرف 3 variables زي ما اتفقنا، الان والاي والسم. والسم ده قلنا هيشتغل زي كونتينر بخزن جواه الارقام اللي الاي هيعدها. طيب ودلوقتي عندي الان هربطه بتكست بوكس 1 دوت تكست، وهخلي الاي تاخد انيشال فاليو اللي هي ال1. وبعد كده هبدا الكود بتاعي ان هو دو وايل اي less than or equal to n. فالاي دلوقتي ب1. هل الاي دلوقتي less than or equal to n؟ هنفترض ان الان مثلا يعني القيمه اللي اليوزر كتبها لي مثلا في التكست بوكس هنفترض ان هي نمبر 5. خدوا بالكم برضو ارجع اكد ان الكود ده بتاع اللي هو الاود نمبرز اللي هو هجمع الارقام الفرديه لغايه الرقم اللي هيتكتب في التكست بوكس. فهنفترض ان اليوزر كتب لي رقم او نمبر 5. تمام. طيب فانا عايز اعد الاود نمبرز لغايه نمبر 5. فبالتالي دلوقتي الاي بادئه معايا بايه؟ بادئه معايا ب1. ماشي. ادي الفاليوز بتاعه الاي وادي الفاليوز بتاعه السم. طيب الاي دلوقتي بادئه معايا بكام؟ بادئه معايا ب1. فلما هيخش على الكونديشن دي هل الكونديشن بترو ولا فولس؟ فالكونديشن بترو لان الاي ب1 والان ب5. طيب نفذ لي السطرين بتوع الكود دولت. فاول سطر عندي اللي هو السم، فالسم دلوقتي فاضيه ما فيهاش اي حاجه. ماشي. هي الاي ب1 نتيجه ان انا قبل ما ابدا اللوب بتاعي خليت الاي ايكوال 1، لكن السم ما عرفتلهاش اي حاجه فالسم بزيرو. فالسم اللي هي بزيرو دلوقتي قلت له خد السم اللي هي بزيرو وزود عليها الفاليو بتاعت الاي. فلما ازود عليها الفاليو بتاعت الاي السم هتبقى بكام؟ هتبقى ب1. خليها هنا السم هتبقى ب1. وبعد كده انفذ لي السطر دوت لان انا عايز دلوقتي ان الاي انا عايز اعد ارقام فرديه. فراح قايل له خد الاي وزود عليها 2. فالاي ب1 لما ازود عليها 2 تبقى بكام؟ هتبقى ب3. مظبوط. طيب ويرجع يعمل ايه؟ ويرجع يعمل لوب وخش على الدو وايل لاين. فلما هيخش على الدو وايل تمام ويسال نفسه هل الاي دلوقتي less than or equal to n؟ فالاي دلوقتي ب3. هل فعلا هي less than or equal to n اللي هي 5؟ الاجابه نعم. طالما نعم يبقى هنفذ السطرين دولت. فالسطر الاولاني بيقول sum equal sum plus i. طب هي السم دلوقتي اساسا بكام؟ ب1. لما ازود عليها الاي اللي هي ب3 تبقى بكام؟ تبقى ب4. تمام. واروح نازل على السطر اللي بعده. السطر اللي بعده بيقول له خد الاي وزود عليها 2. فلما هاخد الاي اللي هي ب3 وازود عليها 2 تبقى بكام؟ تبقى ب5. ويرجع يعمل لوب ويخش على السطر بتاع الدو وايل. فالكونديشن هتبقى بترو ولا فولس؟ هتبقى بترو برغم ان هي 5 والرقم اللي مكتوب 5، بس انا قايل له less than or equal to، فهي بالفعل equal to. فالكونديشن بترو فهينفذ الامر او السطر الاولاني اللي هو sum اللي هي دلوقتي 4، زود عليها الفاليو بتاعت الاي اللي هي دلوقتي 5. فلما هيزود الفاليو اللي هي بتاعت السم اللي هي 4 مع الفاليو بتاعت الاي اللي هي 5 هتبقى بكام؟ هتبقى ب9. تمام. وبعدين خش على السطر اللي بعده خد الفاليو بتاعت الاي اللي هي 5 وزود عليها 2 تبقى 7، ويرجع يعمل لوب وخش على السطر بتاع دو وايل. هل الاي دلوقتي less than or equal to n؟ الاجابه لا. ليه؟ لان الفاليو بتاعت الان 5 والفاليو بتاعت الاي دلوقتي بقت جريتر ذان، فبالتالي الكونديشن بقت بفولس. طالما فولس هيوقف عمليه الايه؟ اللوب. هتبص هتلاقوا دلوقتي خلاص بقى عندي بعد انتهاء اللوب بقى عندي الكونتينر اللي هو الفاريبل اللي اسمه sum بقى مخزن جواه اخر رقم مجموع اللي هو رقم 9. طب الرقم ده مازال جوه الميموري في الفاريبل بتاع السم. انا عايز بقى اعرضه لليوزر، عايز اقول له ناتج عمليه السم بتاع الاود نمبرز from 1 to 5
كذا اللي هو نمبر 9 هعمله له من خلال السطر الاخير اللي هو ايه، اللي هو ليبل مثلا 3 دوت تكست ايكوال سم، ففي الحاله دي هيظهر نمبر 9 في الليبل. ماشي. ممكن يبان عشان انا يعني بشرح على مهلي جدا وبالراحه جدا، يبان وكأن الموضوع صعب. الموضوع مش صعب ولا حاجه، لو انتوا قعدتوا كده ومسكتوه فصصتوا الكود حته حته هتبص هتلاقوا سهل جدا. هو شبه الكود اللي فات، بس الفرق ان انا ضفت على الكود دوت فاريبل تالت اشتغل ككونتينر، ياخد كل رقم الاي بيعده او بيظهره ويروح واخده ومخزنه عنده ويجمعه على اللي قبله لغايه ما يوصل للمجموع النهائي. ماشي يا جماعه، بس كده ده الكود او المثال التاني الخاص بالدو وايل. طبعا بالمثل نفس الكود دوت لو حبيت اعمل زيه في الايفن نمبرز هيبقى هو بس اتفقنا مع بعض الفرق هيبقى ايه، ان الستارت فاليو بدل ما هتبقى ب1 هتبقى ب2. وزي ما انتم شايفين الموضوع بسيط جدا. وبكده نكون خلصنا سوا الجزء الاول من الشابتر دوت اللي هو كلامي عن اللوب. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هكلمكم عن البروسيجرز. في نهاية الفيديو بشكركم واتمنى لكم كل الاستفادة والتوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.